قتل 7 أشخاص بينهم 3 أطفال وامرأتان، وجرح 17 جميعهم مدنيون في الغارات التي شنتها مقاتلات مصرية واستهدفت مدينة درنا الساحلية الليبية شرق بنغازي فجر اليوم. وأكدت مصادر محلية في درنا للجزيرة أن بعض الجرحى في حالة حرجة. وقالت المصادر إن 4 طائرات حربية مصرية نفذت الغارات. وأضافت المصادر أن الغارات استهدفت كذلك ما يعتقد أنها مواقع ومقار لما يعرف بمجلس شورى مجاهدي درنا وضواحيها وتنظيم الدولة الإسلامية في درنا. وفي رد فعل على القصف، استنكر المكتب الإعلامي لعملية فجر ليبيا أي تدخل وانتهاك لسيادة البلاد بأي ذريعة كانت. وأضاف المكتب أن الشعب الليبي هو المخول بمكافحة الإرهاب على أراضيه.